كهرباء تاني. انا بقالي 85 يوم بقول فين عقوبه كهرباء. اه يا عم، جات لك يا عم حتى عقوبه يا لما عم. جت عقوبه كهرباء مش عايزه تتنفذ. اه. ولما جت عقوبه كهرباء الناس بتعيط. تعيطوا ليه يا جماعه؟ راجل اخطا، جت عقوبه، ايه المشكله بقى؟ مم. انا مش عايز حد، والله بتكلم بامانه، مش عايز حد يدافع عن حد عمل خطا ايا كان هو مين. يعني في خطا يبقى في عقوبه خلاص. ما حدش يدافع عن الخطا، يعني في النهايه في خطا يبقى في عقوبه خلاص. ما نقعدش يعني ايه الناس عشان اهلي والزمالك ولا الزمالك والاهلي يبدا كل واحد ايه حسب انتمائه. الموضوع مش انتماء. كهرباء اخطا يعاقب، او غير كهرباء اخطا يعاقب، اي حد، اي حد. شفنا الشناوي اخطا اتعاقب في نفس الوقت. ما فيش قبل ما نخش في مشكله. التفاصيل بس يا عمرو، يا بص ما شاء الله الناس اللي فعلت معانا على طول عاملين كله عاملين يرشحوا السؤال. بنشكركم جدا على فكركم، وهنقول كل الاسماء. لكن في البدايه انا بس كنت عايز اقول ان كان النهارده قريت مقال عجبني جدا جدا من احمد الخضري. مقال حلو قوي، جعفر العمده. وقال ان جعفر العمده سرق الاضواء من الاهلي والزمالك والقضايا والرياضه. دي حقيقه. هل فعلا جعفر العمده سرق الاضواء انا من بتفق معاه في الرؤيه دي. اه. فعلا مسلسل جعفر العمده سرق كل الاضواء من الرياضه. انت عارف دايما يا جماعه الاجواء الرمضانيه دايما مزاج الناس او مزاج الجمهور المصري بشكل عام في رمضان بالذات دراما. يعني الدراما لا شيء يعلو فوق الدراما في رمضان وفوازير رمضان والحاجات الحلوه اللي مفيش كنا فوازير كلنا زمان بنستمتع بيها. يعني دي الحاجات اللي الناس بتحبها في رمضان. فيمكن الكوره او كره القدم بالذات بتتراجع بعض الشيء في بعض الشيء بتتراجع في رمضان. الدراما بتبقى اهم. فعشان كده انا مع الرؤيه دي، ان لا انا بتفق تماما ان جعفر العمده خطف الاضواء من قضيه كهرباء. دلوقتي يا عمرو احنا خلاص يعني طبعا كالعاده هتعملوا ايه في عايشين. الاستئناف؟ لا لا يا عمرو، قبل الاستئناف التسريبات يا عمرو، يعني ازاي لحد اخر لحظه مش عارفين القرار ده حقيقي ولا لا. فاكر انت اول ما الازمه حصلت قال لك في تسريب 8 مباريات، وقال لك ان القرار وصل لاتحاد الكوره وموجود في درج اتحاد الكوره ومش عايزين يعلنوا العقوبه دلوقتي، والعقوبه 8 مباريات وناس كتير جدا ده كان مشيت في قرار سكه. خطا يعني. لا انا ما اقصدش يا عمرو، مش بتكلم على كده. مع التسريبات. انا بتكلم على التسريبات، ان هم في البدايه خالص عشنا فتره طويله جدا ان في قرار صدر بايقاف كهرباء 8 مباريات، وكل الناس قالوا ان القرار وصل اتحاد الكوره، واتحاد الكوره حط ان القرار في الدرج علشان خاطر مش عارف ايه يسمح لكهرباء انه يلعب مش عارف ماتش الصن داونز، وبعد كده ماتش الهلال، وبعد كده مش عارف ماتش القطن الكاميروني والكلام ده كله. وبعد كده فوجئنا ان العقوبه غير اللي كانوا الناس كلها بتقول عليها 8 مباريات. ده خلاص لقينا عقوبه اكبر بكتير، 12 مباراه وغرامه مليون جنيه. العقوبه كبيره يا عمرو شويه. عقوبه طبعا كبيره. يعني انا مش بس الجرم اللي عمله كهرباء كبير برضه. بس انا بتكلم في حاجه تاني في موضوع التسريبات. عايز اقول في موضوع التسريبات ان السبب في التسريبات تاخير المده. لو القرار ما طلعش بعد 3 شهور ما كانش هيبقى فيه تسريبات ومفيش الكلام ده. لكن الناس بدات تتكلم وتأول وتقول لان القرار اتاخر جدا. يا جماعه احنا عايزين لوائح مش مطاطه، عايزين لوائح واضحه جدا. اللي يعمل الحاجه الفلانيه ياخد العقوبه الفلانيه، خلاص انتهى الموضوع، كل واحد يبقى فاهم. لما انا بعرف عقوبتي ايه مش هعملها، اكيد مش هغلط. الحكم ايه؟ عزل مرتضى منصور من منصبه. تمام. فين؟ ما وصل وزاره الشباب والرياضه. عملت حاجه وزاره الشباب بكره هتعمل. مش النهارده وصل الخطاب. النهارده وصل الخطاب الخطاب او الحكم وصل. صيغه الحكم وصلت لوزاره الشباب والرياضه. كده وزاره الشباب والرياضه لا مفر انها تطبق القانون. فبالتالي القانون يطبق من بكره عزل مرتضى منصور من الزمالك رسميا. ايه اللي هيحصل بقى يا عمرو بقى في الفتره دي؟ مفيش مشاكل. هو مؤكد ان القرار ده هيعمل بلبله جوه نادي الزمالك. لكن القانون العادي بيقول ايه؟ بيقول ان مجلس الاداره من حقه ان يختار حد يكون رئيس بالانابه. المجلس الحالي الموجود يبقى في حد رئيس بالانابه. ديت اول جمعيه عموميه يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس، لان ما فيش اصلا نائب رئيس. يعني نائب الرئيس اصلا مستقيل، فتنتخب رئيس ونائب رئيس. طب معقوله النادي ما فيهوش رئيس ولا نائب رئيس؟ ما فيش. ما هو نائب الرئيس استقال. ففي نائب رئيس استقال وفي رئيس. اذا تم القرار يعني واسقطت عضويته، يبقى انت عندك مكانين فارغين، رئيس ونائب رئيس، هتفتح عليهم انتخابات في شهر 7 اللي جاي. طب ماشي، ولحد شهر 7 ايه الموقف؟ يعني مجلس الاداره يعني مجلس الاداره يختار واحد منه رئيس بالانابه. طب مش ممكن وزير الشباب والرياضه يعمل يعني لو اصل انت عارف مجلس اداره نادي الزمالك ممكن يرفض القرار ويستقيله.
مش ده وارد؟ كل وارد، حاجات كتير جدا طبعا. طيب ماشي. مؤكد في حاجات كتير وارده، بس طبعا ما نقدرش نجزم بيها. اه فكل خطوه مع خطوتها، لكن ما حدش يقدر. قد مجلس اداره نادي الزمالك يتضامن مع المستشار مرتضى منصور فيقدموا استقاله. ده عزل، ده مره ده عزل بقى، مش يعني ده انا عزل، بقول لحضرتك عزل من المنصب يعني. قد يستقيل. هو السؤال هل اذا فعلا تم قرار عزل، ما خلاص يا عمرو احنا بنتكلم في ساعات، يعني انت بتتكلم ان بكره الصبح ليها بالواقع، ليها الواقع اللي بكره وزاره الشباب والرياضه بكره رسميا هتبعت. انت عارف منين؟ ما يمكن ما بتبعتش. ليه يا عمرو ليه يعني؟ ايه ماشي، هنفترض انها بعتت، ده شو هيحصل بكره؟ ماشي. هل السؤال اللي هو مهم، هل من حق المستشار مرتضى منصور يترشح في شهر 7 تاني على المقعد؟ لا، ما ده لسه ده قصه لسه نعيش فيها، وفتوى من مجلس الدوله. الفتاوى اللي انت عارفها، يعني زي ما المستشار مرتضى منصور دخل الحبس 30 يوم، قعدوا يدوروا على فتوى هو دي مخله بالشرف وتسقط عضويته وتسقط عضويته، وشفنا احنا الموال ده في الاخر اللي حصل يعني سجال قانوني طويل. يعني لحد ما خرج، واحنا انا لحد دلوقتي ما اعرفش الجريمه او التهمه اللي المستشار مرتضى منصور عوقب بيها بالحبس مده 30 يوم، هل دي مخله بالشرف؟ مش خلاص ولا حد عارف اي حاجه. دلوقتي هنرجع الفتوى تاني جديده بعد عزله، هل يحق ليه الترشح ولا ما يحقش ليه الترشح؟ هنخش في جدل قانوني تاني. لكن انا شايف ان يعني الاقرب، التصور الاقرب ان مجلس اداره نادي الزمالك كله ممكن يستقيل ويجيبوا مجلس اداره مؤقت، يعني ممكن جدا معين جايز. يعني بص، الساعات القادمه هتحمل حاجات كتير جدا، كل شيء جايز، الملف مفتوح وكل شيء ممكن يحصل. ممكن مجلس الاداره يقول لك انا مش هشتغل بالطريقه دي ومش موافق على القرار، فكلنا هنستقيل ونعمل انتخابات وترشحوا تاني في الانتخابات مثلا مع بعض مع المستشار مثلا. يعني في سيناريوهات كتير جدا قد تحدث في الفتره اللي جايه في نادي الزمالك، لكن في كل الاحوال اللي بيدفع الثمن هو جمهور نادي الزمالك العظيم، هو اللي بيدفع الثمن. يعني مع كامل احترامي للجميع، اللي بيدفع الثمن هو جمهور نادي الزمالك، لان ده في نوع من عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار ده يا عمرو من مين يا عمرو؟ مع عدم الاستقرار من مجلس الاداره نفسه، يعني مجلس الاداره نفسه هو اللي بيصدر كده. يعني لما يكون رئيس النادي يحط نفسه في قضيه، ما هو اللي بيهز الاستقرار يا عمرو؟ يعني ما الاستقرار بيجي منين؟ يعني انا لما اكون عندي لوائح وقوانين وبحترمها، مش داخل ما حدش بيهز يعني استقرارنا غير النادي الاهلي. ليه ماله النادي الاهلي بيكم؟ احنا وبعد كده هنبصكم ليه يا عمرو؟ احنا في حته ثانيه حاطيننا في دماغكم كده. ليه يا عم احنا بتفكروا فينا يا عم؟ احنا بنفكر فيكم ليه يا عمرو؟ بنفكر فيكم ليه يا عمرو؟ احنا بنفكر فيكم ليه يا عمرو؟ انتوا بس خايفين تتكلموا، بترفعوا قضايا علينا. بترفعوا قضايا ايه؟ طول النهار قضايا، وبعدين كهرباء ومش كهرباء. يا عم مالكم بالكهرباء؟ كلها هتصعدوا الموضوع فعلا للفيفا والاتحاد الدولي. احنا هنقدم استئناف طبعا اول ما يوصل الحكم العقوبه رسميه. ماشي اوكي، النادي الاهلي هياخد اجراءاته وهي اجراءات هيروح للاتحاد الدولي. لا طبعا على العقوبه، طبعا على العقوبه. اعتقد الدوري السنه دي محسوم للنادي الاهلي. وانتوا هتبقوا فين في اخر الدوري؟ لا احنا عادي، احنا هنبقى ثالث الدوري، يعني غالبا هنوصل لمركز ثاني. انت كده مش هتلعب دوري ابطال يا احنا عادي، ايه المشكله؟ طب انتوا كده مش هتروحوا كاس العالم للانديه؟ ما فيش مشكله، ممكن نروح من الكونفدراليه. ازاي كونفدراليه؟ ازاي يا عمرو؟ انت ناسي من الكونفدراليه؟ الكونفدراليه بيروح يا عمرو، دوري الابطال بيروح. مش قال لك قال لك النظام الجديد؟ ما فيش نظام جديد، مش قال لك ابطال 21 و22؟ قال لك 21 و22 و23 و24 هم اللي هيلعبوا كاس عالم 24 في امريكا. تمام. يبقى الزمالك 23 طرد من الزمالك، الزمالك طرد منهم، وهذا 24 كونفدراليه. يا عمرو انت تعمل زي الملحق هادي بيقول لك مش قالوا كونفدراليه؟ لا يا عم، لا 24 قال لك ان ابطال خلاص، هم حددوا الابطال اللي يروحوها. ما عندناش مشكله ان نروح او ما نروحش، نروح بجداره. احنا نادي الزمالك اهو، احنا ده ايه اللي انت لابسه يا عمرو؟ ده نادي الزمالك، احنا لما نروح بجداره. ما نحبش بجداره ايه؟ طب انت يعني احنا ما نحبش نروح. طب انت تروح بجداره على قفا حد غيرنا؟ على قفا ايه؟ احنا هتروح امتى؟ نبقى رديف يعني ورقم 2 ونطلع نروح نلعب في البطوله. يعني احنا رحنا 2020 على قفاكم، دي كانت عيب؟ لا، ما احنا رحنا 2020 على قفاكم. رايحين على قفا الوداد. على قفا الوداد خدكم معاك يا عم. ده عداله السماء، ده عداله السماء هبط على اتحاد الكوره، هبط على باليرمو. على باليرمو. ايه رايك في اسيرو بقى والمباراه ليه المدرب الجديد اسمه ايه هو؟ اسيرو. اسيرو. لا المدرب ده على فكره يعني بصماته عشان تظهر على الفرقه لا هتاخد وقت. خلينا يعني نتكلم بامانه. عشان شغله يبدا يظهر مش قبل 4-5 ماتشات.
لا يعني ازاي ده ماتش السوبر خلاص اهو. ما يعني ماتش السوبر هيتحمل مسؤوليه ولا لا؟ هو متحمل المسؤوليه كده كده من النهارده. اه. انا بتكلم على ان يظهر شغله في مم. الملعب وجمل وحاجات كده، والحاجات اللي بيحفظها هتاخد وقت، مش في يوم وليله يعني. مم. ما فيش مدرب بيجي في يوم وليله علاء ايوه يعمل بس ماتش فرقه. السوبر يعني لو خسر ماتش السوبر يبقى بدايته سيئه جدا يعني. بس هو حظه كده بس ان ماتش يعني السوبر جاي في زنقه بالنسبه له. ايوه بس هو يعني مثلا فايلر كسب الزمالك في السوبر ويخسر من اول. ليه؟ يمكن يكسب يعني ليه؟ يعني فايلر اول سوبر ليه كان بعد 3 ماتشات كسب الزمالك. كولر اول انت 3 مش ماتش ليه كان فاهمني، كسب حسب انت جاي على ظروف ايه وضعها. ايه وايه يعني الظروف؟ فايلر ممكن يكون جاي على ظروف الاهلي كويس مم. فخد فرقه كويسه ماشي بيها كويس. مم. الله اعلم يعني. تمام. يعني انا مش عايز اضرب ودع، بس عايز اقول ان الظروف في الزمالك حاليا قاسيه، الظروف صعبه على اي مدرب، في نوع من عدم الاستقرار. المدرب ده راجل كويس بس محتاج وقت، عايز وقت شويه. ان شاء الله في السوبر باذن الله. بدايه قبل ما نتكلم عندنا قضايا طبعا كتيره جدا وقضايا دراميه كتيره جدا، يعني دراما الكره المصريه اهم من دراما رمضان يعني. بس في البدايه بنرحب بعمرو. مساء الخير يا عمرو. مساء الخير ليكم، مساء الخير لجمهور واتس كوره العظيم الجميل. ان شاء الله النهارده تكون حلقه حلوه. النهارده عايزين فعلا نتكلم عن الدراما في رمضان. كل الناس بتحب الدراما وتحب تتفرج على المسلسلات الحلوه اللي موجوده في كل القنوات، فهنتكلم عنها بس اخر فقره. لا بس احنا دلوقتي بس عايزين بس كل يعني عقبال ما نبدا ونتكلم في قضايا عايزين كل واحد منكم يرشح لنا شخصيه رياضيه على شخصيه فنيه. يعني مين في نظركم ابطال المسلسلات؟ يعني مين جعفر عمده في نظركم؟ مين سيد؟ مين لا حاجات كتير فتح قوي الله يعني. مثلا. مين الكبير قوي؟ مين المداح؟ يعني عايزينكم مين كريم فتح الله؟ مين سيد اخو جعفر؟ مين بابا المجال؟ يعني عايزينكم كده مين معانا وداد؟ وداد دي مهمه قوي. احنا لا في الرجاء مش الوداد. فطبعا عايزينكم تشاركونا كده، يعني اختاروا مثلا انتوا كده مع بعض كده يعني، ونهايه الحلقه نقول الاسماء ونقول كل حاجه. كلكم يختاروا لنا كده شخصيه، يقول الشخصيه دي لايقه على لعيب كوره، لايقه على نادي، لايقه على مسؤول، لايقه على مش عارف ايه بتاع. واخر حلقه ان شاء الله التهريج في النهايه. الموضوع ده موضوع كله فاني، بس عايزينكم تختارونا بس مين جعفر العمده ومين سيد ومين وداد ومين كل حاجه، ومين بابا المجال ومين المداح اللي هو بتاع الجن والعفاريت. واخر الحلقه ان شاء الله باذن الله هنقول لكم ترشيحاتكم لينا. وداد. طيب وداد مين؟ على حزب وداد. الناس والله كانت مين معايا بقى؟ بس مين بقى؟ قول لي والله مين الناس بقى كانوا جعفر؟ هو كل بيقول لك جعفر هو النادي الاهلي، لا والكبير قوي هو النادي الاهلي، لا. وبيقول لك المداح هو النادي الاهلي. رئيس الزمالك. لا ايه يا عم انتوا اي حاجه. والله كانت الحلقات كلها مش عارف راحت فين. والله كان انا عمال احافظ انا واحد بعت لي بيقول لي وداد كهربا، يا راجل وبيقول لي بلال شامه عدل القيعي، يا راجل حرام عليك. وبيقول لي ان المداح مرتضى منصور. العفاريت دي مين سيد العفاريت؟ المداح مرتضى منصور. لا. بابا المجال النادي الاهلي. لا مرتضى منصور الكبير قوي. يا راجل حرام عليك. انا مالي. مين اللي بعت لك يا عمرو ده؟ انا مالي. وسيد اخو جعفر النادي الاهلي. عيلة فتح الله. كتير. بقول لك عيلة فتح الله هي ضربت نادي الزمالك وتحرك الكوره. وكان فتح الله اللي بيتضرب ده على طول. ده مين؟ سموحه يمكن. لا احنا طب شوقي فتح الله اللي هو الفتوه اللي طالع من السجن ده مين؟ وشوف بقى مين اللي طلع من السجن. شوف مين اللي طلع من السجن بقى. ما عندناش حد احنا بيطلع من مفيش السجن. حد طلع من السجن قريب؟ لا خالص. يا راجل حرام عليك. لا ما عندناش. يومين اهو. احنا عندنا جعفر العمده بس. هو في احنا عمده غير النادي الاهلي؟ الزمالك هو جعفر العمده. الاهلي عمده ببطولاته يعني، عمده بكل حاجاته يعني. فطبعا كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، ودي اخر حلقه في رمضان، ويا رب يا رب نشوفكم كده في اوقات سعيده بعد رمضان ان شاء الله. هنكون معاكم دايما، والكوره ان شاء الله هتبقى يعني الدنيا سخنت، وان شاء الله هنشوف الاهلي يقع ماتشين 3 عشان ندخل في المنافسه، عشان نعمل شكل. شايفين الدوري بقى ملهوش طعم، فان شاء الله يبقى في طعم ونكسب السوبر، فنرجع للمنافسه تاني.